وحشتوني يا سكاكر. النهارده انا متحمسه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان جبت لكم خمس حاجات هنعمل لهم ستايلنج مع بعض. جبت لكم من الشميز الكروهات بس كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة تقريبا. وجبت لكم تلاتة شال اللي هما بيتلبسوا كده، دول اللي بنلبسهم كفاية أوي، اللي بنلبسهم كده عشان نعمل لهم ستايلنج مع بعض. ليه بقى؟ عشان هم اصلا فيهم اشكال، فيهم كروهات زي اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، وفيهم شكل تاني هوريه لكم النهارده. فانا الصراحه متحمسه جدا عشان لسه ما لبستش منهم غير شال واحد بس وشميز واحد بس، فلسه هشوف معاكم المفروض هلبسهم على ايه. ويلا بينا بقى، قبل ما نبدا اعملوا لايك وسبسكرايب وتحمسوا معايا كده، ويلا بينا. يلا بقى نبدا باول واحد. اول واحد اللي هو ده، اللي هو شكله شويه كده شبه القميص الرجالي، بس الفرق بقى ان ده طبعا بناتي والاستك هنا، وفي هنا سلسله عند الجيب كده، طبعا دي بدبوس ممكن نشيلها عادي. وشكله كده انا هحط لكم الصوره. ممكن البسه بقى على ايه؟ ده انا حاسه ان أنا ممكن البسه على جيبه، وعلى تحتيها اللي هو الهايكول ده اسود. والبس عليهم طرحه وادخلها من جواه. بس الجيبه بقى اللي انا هلبسها عليه، يعني ممكن انا شفت بنات بتلبسه على جيبه اللي هي البليسيه الواسعه دي، وفي ناس بنات بتلبسه على جيبه صك. لكن ده انا مش عارفه البسه على بنطلون الصراحه عشان قصير، فبفكر ان انا البسه على جيبه. يعني اختاروا لي كده، البسه على جيبه ولا على جيبه صك ولا على جيبه بليسيه؟ فاختاروا قولوا لي. تعالوا بقى اوريكم تاني واحد. تاني واحد بقى اللي انا بحب البسه اللي هو ده. شايفين كده؟ بصوا على الكم بتاعه يا جماعه، حلو قوي. اللي هو اوفر سايز، الكم بتاعه واسع اهو، ومن قدام قصير ومن ورا طويل شويه. ده انا اصلا بحب البسه، وده اللي انا لبسته قبل كده. وكنت لابساه على بنطلون اسود، وكنت جايبه عليه بنطلون كافيه كده بوي فريند، كان حلو برضه الصراحه. بس كنت مستريحه اكتر على البنطلون الاسود اللي هو القماش ده، او اللي هو الخامه اللي هي اسمها، مش فاكره اسمها ايه، بس هي بتمط كده شويه. المهم ان انا هوريكم برضو شكله. هوريكم منه الساده حلو قوي. ده لو واحده مليانه شويه بجد بيخبي كل حاجه، وبيبقى واسع كده لان هو اصلا اوفر سايز، فبيتلبس على بنطلونات برضو واسعه، بيبقى شكله حلو جدا. هوريكم صورته اللي هو الساده منه، او الكروات لو لقيته. التالت بقى انا مش لاقياه، فهحاول اوريكم صورته، اللي هو الطويل شبه الكوت كده، وبيتربط من عند الوسط. البتاع ده حلو قوي بجد، بيتلبس على البنطلون الشارلستون بيبقى تحفه، بيتلبس على البنطلون الليجن بيبقى تحفه تحفه. بس انا ماليش دعوه، لو حد لبس بنطلون مش هشيل ذنبه. والبنات اللي مش بتلبس بناطيل بقى بيلبسوه على الجيب، بجد بيبقى جميل قوي 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 قوي، بيبقى شكلهم حلو. في كمان بنات اللي هي بتبقى المنتقبه دي، بيبقى يا جماعه بجد شكلهم خطير. يا رب وعدنا بس ان شاء الله بقى نكون قد الخطوه دي ويرزقنا الثبات. قولوا امين. تعالوا بقى اوريكم رابع واحد. ادي الرابع. بصوا الرابع ده اللي هو باستك هنا عادي عند الكم، بزعبوط كابيشو، عشان في ناس بتقول عليه كابيشو، وباستك من عند الوسط. حلو قوي. بس ده بقى يا جماعة لو حد عنده بطن مش هيبقى حلو. ليه مش هيبقى حلو؟ عشان هو بيتخن شوية، وبيبقى تحفة على الجيب، بيبقى نازل شكله حلو، وبرده بيبقى تحفة على البناطيل. بس ماليش دعوة بالبناطيل. المهم بقى اهو. بصوا يا جماعة، في جيبين كده تحفة تحفة بجد. مش عارفة ليه اخترت اللون ده، بس قلت يعني عشان ما يبقاش شبه الالوان اللي عندي. انا لما ببص هنا ببقى ببص عليكم، لما ببص هنا كده ببقى شايفاه في الكاميرا. فايه رأيكم؟ تحفة تحفة مفيش كلام. حان وقت الشيلان. مش عارفة اسمها الشيلان، شال وشال وشال. ماشي اهو. بس قبل ما نشوف الشيلان ده، انا مش هلبسه. ماشي مش هلبسه. ليه بقى؟ عشان الخطوط دي اللي هي جنب اللي السوست قافلة عليها مش عند بعض، يعني مش الخط مقابل الخط، فانا احس بقى ان شكلي وحش وانا لابساه، فمش هلبسه يا جماعة. هركنه زي اخواته في الدولاب. الشيلان بقى. بصوا الشال ده اللي هو الكروهات، والشال ده اللي هو السادة والطرف بتاعه ملون. بصوا يا جماعة بجد، كل واحد بيتلبس على حاجة. يعني ده انا برضو هلبسه على سادة، مش هلبسه على حاجة مشجرة. ليه؟ عشان هو مقلم، فمش هينفع يتلبس على مشجر. ده هيتلبس على سادة برضو. ليه؟ عشان هو كاروهات، مش هينفع نلبس سادة مشجر قصدي على كاروهات، او نلبس مشجر على مقلم. فهنلبسهم هما الاتنين على سادة. طب نعمل لهم ستايلنج ازاي بقى؟ ادي الكاروهات واللي هو المقلم. الكاروهات القديم اللي هو اللبني ده هلبسه على حاجة كافيه تكون الدرجة اللي فيه دي. اما الاصفر ده مش عارفة هلبسه على حاجة لونها ايه. ممكن ابيض بس هيبقى فاتح قوي، بس انا بحب الفواتح في الشتاء. يعني انا عكس كل الناس بحب الفواتح اكتر في الشتاء.
فدول يعني ممكن البس شبه الصورة دي او الصورة دي. هدور برضو كده، ولما اعمل لهم طقم كده هبقى اوريهولكم. تعالوا بقى على ده، حاسه ان انا برضو هلبسه على حاجه ساده بس ممكن تكون فاتحه. يعني اللون ده مثلا هيبقى حلو قوي، عشان انا مش بحب الغوامق. او ممكن برضو درجه، يعني ممكن لو اسود على فكره، حاجه لابس حاجه سودا البسه عليها، مش شرط يعني يكون الدرجه اللي فيه. وبرضو دي اذواق، يعني الناس اذواق. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. متنسوش اللايك والسبسكرايب، وتستنوا فيديو جديد وحاجات جديده. المره الجايه بقى هعمل لكم، مش هحرق المفاجاه زي كل مره. وما تنسوش تفعلوا الجرس، عشان اول ما انزل الفيديو، هي حاجه جديده انا اول مره اجربها الصراحه، كان نفسي اجربها من زمان، عشان انا زي الاطفال ومش هتجرجر اكتر من كده عشان ما اقولش موضوع الفيديو. المهم بقى، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل يجيلكوا على طول. بس كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا. ما احنا جايين هنا عشان ننبسط. بس كده، باي.